كلنا عايزين أسناننا بيضة، وده حق مشروع. من حق كل واحد يحب أسنانه منورة. طيب إيه أخبار أنواع معجون الأسنان اللي بتتباع اللي بتكتب عليها إنها بتبيض الأسنان؟ لو سمحتوا خلوا بالكم، المعجون ده عادة بيحتوي على بارتيكلز صغيرة علشان تصنفر الأسنان وتشيل من عليها لون الشاي والقهوة والحاجات دي، فبنفرح بالنتيجة شوية وبعدين نلاقي أسناننا بتصفر أسرع من الأول، لأن الخربشة الخفيفة للمينا دي هي اللي بتسبب إن المينا بتكتسب اللون أسرع من الأول. فاستهلاكنا للمعجون المبيض ده لازم يبقى على فترات كبيرة جدا ونقلله، يا ريت نقلله. خلي زيارتك لدكتور الأسنان بالبوليشنج اللي عند دكتور الأسنان تقوم بالموضوع ده حفاظا على المينا بتاعة الأسنان. ولو احتجت التبييض الآمن الحقيقة بنعمله برضو عند دكتور الأسنان، وبنعمله مش أقل من 6 شهور، يعني ما ينفعش 4 شهور، 6 شهور بين المرة والتانية أو أكتر. فبلاش نكتر من موضوع معجون الأسنان اللي بمبيض، علشان ده هيأثر على المينا بتاعة الأسنان، وهيأثر إن احنا هنتضايق أكتر لأنها بتتصفر أسرع. أوكي؟